يلا بينا اقول لكم حكاية اللي شادية كل ما تفتكرها تموت عليها من الضحك. يلا بينا. كان اسمها ايه؟ تعالوا اقول لكم اسمها ايه واسمعوا كلمة اللي هتموتوا من الضحك لما تسمعوها عن لسان شادية. شادية كانت صغيرة وبتقرا في المدرسة درس. كان صوتها حلو، وكان الولاد والبنات والمدرس بيبسطوا قوي لما هي بتقرا لهم الدرس وبيفهموا، بيبقوا شاطرين. تعالوا نشوف القصة دي بقى. شادية كانت كل ما تقرا كلمات أغنية جديدة تيجي عند كلمة وتقف وتفضل تضحك. وفي كل مرة حد سألها عن السر وراء الضحكة دي ايه يا شادية، فقالت انها وهي صغيرة في المدرسة كان أستاذ القراءة بيخليها تقرأ أي درس بصوت عالي لأنها كانت بتمثل الدرس بكل حماس، وبالتالي العيال كانت بتفهم بسرعة. وفي يوم يا سادة يا كرام المدرس قال لها قومي يا فاطمة. أيوة فاطمة، ما هي شادية كان اسمها فاطمة. قبل الفن اقرا الدرس الجديد. وكان الدرس عبارة عن عيلين صغيرين ماسكين عصفور صغنن بيعذبوه، فالعصفور بيشتكي وبيقول لهم اتركوني. هنا قامت شادية تقرا وقالت، وجت عند الجملة بتاعت العصفور، ولقيت انها اول مرة تقرا الكلمة دي، فقرتها ايه اللي هي اه اه. فكرت شوية مع نفسها وقالت بعزم ما فيها: 1 5 1 5 1 5 اتركوني. اللي هي ايه؟ انتوا سامعين كويس؟ اللي هي اه. فالأستاذ بيقول لها: مالك يا بنتي؟ اقري صح. 1 5 دي ايه؟ جبتيها منين؟ فالأستاذ بيقول لها: مالك يا بنتي؟ اقري كويس، اقري صح، في ايه؟ 1 5 دي جبتيها منين؟ فشادية سكتت تاني وشوية، وفجأة الجلالة خدتها تاني وقالت: 51 51 51 اتركوني. طب وطبعا المدرس ما قدرش يستحمل ووقع على الأرض من الضحك، وقال لها: يا بنتي 51 ايه؟ 51 ايه بس؟ فقالت له: ما هو الرقم 1 وجنبه 5 اهو. قال لها: يا بنتي دي اسمها آه، مش 1 ولا 5. وهنا شادية لقيت نفسها في نص هدومها، ولما لقيت العيال بتضحك في الفصل من حماسها والجلالة واخداها وهي بتقرأ غلط، فضلت تضحك معاهم واستمرت نوبة الضحك دي معاها سنين، كل ما تقرأ كلمة آه. أشوفكم في قصة جديدة.